لكل اللي كان عم بيحكي على شام وعم بيقول انه ليش انه هي الطفلة ما عندها براءة وما عندها، شوفوا ليش شام طالعة على ادلب عشان تساعد اطفال المخيم، واعطونا رأيكم. ما في داعي لشب وشتم طفلة بريئة، وهي شوفوا لوين بتوصل. دائما النصيحة بنقول بتوصلنا، النصيحة المحبة بتوصل لأبعد من هيك، ومندعي للشخص بدل ما نسيء له ونخليه يساوي أصعب من هيك. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. اليوم اجتنا ضيفة على ادلب. احذروا مين هي يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ منيحة تمام يا لطيف اللطاف. نورت ادلب. نورك يا عمو. الله لك لك هون في ادلب يذبحوك خالص. قال يا عمو فضل بدي اجي، ايمت عندك توزيع؟ قلت له عندي يوم الجمعة. قال بدي اجي اوزع معك، جاهزين؟ إزازي. وين بدنا نروح؟ بدنا نروح نوزع توزيع، وبدنا نروح نساعد الناس اللي من المخيمات. الله اكبر. بتحكي لي همون هيك وبتفكري فيهم؟ إيه، أنا على الطريق شفت ناس بالمخيم، أنا كنت رح أبكي لأنه يعني بيساعدوا الناس. بيزعلوا مو؟ يا عمري شوي ان شاء الله طالعين انا وشام وابوها لشام الطيب. السلام عليكم. شرفتنا في اهلا، تشرفنا بالزياره لعندك، وان شاء الله هلا نحن وياك وشام رايحين لعند مخيمات اهلنا. الله. ونحن ما فينا إلا بكل الدنيا لازم ضلاغين. لك لا. ما فينا. على اساس ما رمضان حتطلع الا مدحدحه من ادلب. اليوم راح يدحدحوك يدحدح.